تحدث وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي عن منافسات كأس إفريقيا الجارية، مؤكدا أن منتخب مصر يعرف كيف يفوز بتلك البطولة. إن لم تكن مشترك في القناة فلتشترك على القناة لكي يصلك آخر الأخبار المغربية. قال الركراكي في مؤتمر صحفي: أقود المغرب منذ عام وأتساءل دائما غير أسلوبي، لا أعلم، وأحيانا تأتيني تلك الفكرة المجنونة أن ألعب بأسلوب منتخب البرازيل. مدرب سان داونز يحدد المرشحين للفوز بكأس إفريقيا، وأضاف: لعبت 50 مباراة إفريقية وبلغت مرتين نصف النهائي كأس الاتحاد الإفريقي. دربت الوداد وأعرف جيد معنى اللاعب الإفريقي. وتابع: على مر التاريخ، هل بإمكانكم أن تخبروني بفريق كان يضغط ويلعب بخطوط متقدمة وكرة جميلة وتمكن من الفوز بكأس إفريقيا؟ ذكروني بفريق غير المغرب وأتم، لكني في المقابل أعرف فريقا واحدا فقط فاز بألقاب 7 مرات وهو منتخب مصر. هم يعرفون كيف يفوزون بكأس إفريقيا وسنتبعهم إن شاء الله. ويستعد المنتخب المغربي لافتتاح مشواره في كأس إفريقيا سنة 2023 بكوت ديفوار، عندما يواجه تنزانيا في 7 المساء بعد غد الأربعاء. ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأخيرة التي تضم إلى جواره منتخبات الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.